هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت من إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. هنا إذاعة الوفاق الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. اليوم السبت 25 يناير لعام 2020، إذاعة الوفاق تقدم لكم حلقة خاصة عن عملية فورتو، والتي قادها الشهيد البطل العقيد سعيد علي الحجاي الشهير بود علي. اليوم وبعد مرور 7 سنوات يعيش الإريتريين ذكراها ويحتفلوا بها ويدعو لقائدها بالرحمة والمغفرة. وبهذه المناسبة نترككم مع برامج إذاعة الوفاق وقتا طيبا نتمناها لكم. هنا إذاعة الوفاق الإريتري. نحن في أجواء الانتفاضة 21 من يناير الظافرة، نرسل لكم عبر الأثير وعبركم نحيي ذكرى شهداء فورتو، ونمجد صمود المعتقلين الذين زلزلوا قلاع الظلم بعمليتهم الجسورة تلك، والتي تأخذ أهميتها ليس فقط من كونها عملية غير مسبوقة، بل لكونها عملية فاتحة ستتلوها عمليات أخرى ناجحة، ويصبح احتفالنا أكثر واقعية بمواصلتنا لمسيرة العطاء والسير قدما على خطى الأبطال. ونود أن نشير إلى أن عملية فورتو في 2013 مثلها مثل غيرها من العمليات البطولية تعرضت لمحاولات التشويه والزج بها في أطر أضيق مما هدفت إليه، لكن في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح، وستظل التفاصيل متروكة للتاريخ وللشعب الصامد. لكن الحالة التي أنتجتها أحداث فورتو أضحت واقع لا يمكن تجاوزه، بل شكلت معطى جديد في الفعل السياسي الإريتري. وليس خفيا على المتابعين أن ما حدث فيها هو جزء من حراك لم يكتمل لأسباب كثيرة، لكن الأهم هو أن من كانوا في فورتو هم أكثر ممن طالتهم يد البطش بكثير، وأن القطاعات التي ستنتج التغيير لم تزل في كامل عافيتها. ومعلوم أن محاولات التزييف لن تغبش الرؤية أمام الجماهير، وليس جديدا على الطغمة الحاكمة أن تعمل على تجير الواقع بألوان مضللة. فعلت ذلك في الماضي ولم تزل في فعلها المفضوح مستمرة. المجد والخلود لشهداء فورتو، الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، التوقير والاحترام لشعبنا الأبي أينما وجد.
وادعلي أبيت لليلنا إلا أن ينجلي، لما رأيت ضعيفنا هجرا وحرنا قد أسر، والزنيم الدعي قد طغى وتجبرا، أقبلت عليهم كالسيل منهمرا، فأطبقت على محطتهم مقتدرا، فما استطاعوا فكاك إذ أضحوا بين فكي غضنفرا، ونلت مرادك إذ نشرت ما ينبغي أن ينشرا. وادعلي رمت العلا فبهرت الورى، المسلم منهم ومن تنصرا، وعانقت فعالك الثريا، وإن وار جسدك الثرى، فتحية لك أحق وأعز وأكبرا. أرحتنا من طلته والثرثرا، وقبرته شهرا في جحره منثبرا، ثم عاد يحرطق من الكلام بما تبعثرا، لقد كسرته فكان بئس المنكسرا، وأضحكت عليه الورى من يسمع ويرى. وادعلي إن دمك علينا دين، على فرسان مصوع وليوث من دفرا، ونمور كرا وصقور أسمرا، وفي دنكال أهلنا عفر، وما أدراك ما عفرا، أسد هم في السهل والشرى. وادعلي أما وقد أطلقتها دامية مزمجرا، فعار علينا بعدك أن نعود القحقرا، فلا المتخاذل مننا ولا الجبان المعتذرا، وإننا على العهد حتى يعود شعبنا حرا منتصرا. بنقول لكم بدوح حبل السماع اللي سمعتنا فعل بيك بحبن رفع ودي بلكم وتتعبوك دي بلكم ولو سيجل يعني أولا إن شاء الله دي بأوحات قريب إن دي بأسمار عند تأكدكم كعركيبة ودو قالي وسيكم دي بالحد اتجاه إن بكا إن جايسة تحيس يبلو لكيسا خلاص جيسة يدهون بأفقرات من أريد قدامي لسحب، لكن دي بحفرة برحودي بهلا دي بحفرة دفون لهلا كمان يمكن هتول أكملنا جايسام لهلو بالسبب على لو سيكميتا شوية قلت أتلالو بالروم تلتودوا لهليكم قلت أتلالو وكمان عشان يكون عملي يعني بعمل بدلا من احنا بدل شويه هي قال كمان بدح برميل جنبي وشغلنا معلقات بشغل بمن ترجمه تحريس انا ابل وبدوح انا اريتريين بالله يعني حبناونا واحترمونا وسميت بروم رفع الهلو بالرغم من أنه يعني سعيد ما أفضل من الأبطال اللي راحت ولا أفضل من الأبطال اللي موجودين في السجون، فمعليش ما قدرت بدوح يعني كمان بالهيجة على بيتها، ولكن وصية أقولكم دي بوقت حجير كمان تقروجة منكم لهجيرة، وإن شاء الله عاقباكم وحكومتكم دي بشهور قريبة ديبو بروم سمعة ولا شعب كمان شوية تفجر من الأزمة اللي عليه دي. وشكرا. برق أهلا هدود والزلام جما جياد لشنا شعبي فقر جاري وكيما طباطب هجم سلب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، التحية إكبارا واحتراما لهؤلاء الشهداء الأحياء الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم مجد الحرية والعدالة وصاروا رموزا شامخة للبطولات الشعبية. نتحدث هنا عن الشهيد البطل والمناضل الثوري النقدام سعيد علي حجاي
المعروف بسعيد ود علي، القائد العسكري الباسل الذي رفض ذل الخضوع لسلطة الاستبداد وديكتاتورية النظام الحاكم بكل طغيانه وجبروته، وأحدث ثورة تحدي غاضبة بالعصيان وإنهاء عرش الظلم والقهر والانتهاكات الغير إنسانية التي لحقت بهذا الشعب الإريتري الأبي. التحية إجلالا للشهيد سعيد ود علي ورفاقه البواسل الذين دفعوا الثمن غاليا فداء للوطن ولفجر الحريات القادمة، وها هي الآن خطاهم العريضة وقم السماء تتسع بملامح بسالتهم التي جسدتها ثورة 21 من يناير المجيدة، ثورة سلمية ديمقراطية غيرت مسار الوطن الواحد إلى غد مشرق ينشد بالحرية والعدالة والديمقراطية. عمل في داخل الثورة منذ عام 1974 وعمل تحت قيادة المناضل الكبير الشهيد إبراهيم عافا، وتم ترقيته حتى التحق بلواء رمضان أولياي، وقد عمل في مجال المدرعات والمدفعية، وكانت إمكانيات هذا المجال متواضعة فنيا وماديا، وكانت الخبرات الفنية المتواجدة غير مؤهلة التأهيل الكافي لملاحقة التطور المتصارع في هذا المجال. ولكن بعد عودة الدرج بقيادة المجرم من جسر هيلة مريم واجتياحها إريتريا، قررت الجبهة الشعبية الانسحاب من المدن التي كانت محررة، وركزت قواتها الأساسية في مناطق الساحل وعنسبة، واستطاعت الساحل أن تغنم مدافع متطورة في عام 1986، ولم يكن عندها ضباط متخصصين آنذاك في التعامل معها وكيفية الاستفادة منها، فكانوا يبحثون عن دورة يمكنها أن تدرب لهم شخصيات في هذا المجال. سعيد علي حجاي في العراق. في عام 1980 تم اختيار المناضل سعيد علي حجاي ليخضع لدورة متطورة في مجال علوم الدبابات، ومعه 5 أشخاص آخرين، وقد أنهى الدورة بتفوق كبير وإتقان كامل، وعاد إلى الميدان كقائد الميكانيكيين والفنيين، وفعلا كان له دورا مهما في إلحاق الهزائم بالقوات الأثيوبية في جبهة الساحل، وقد استطاع تطوير هذا المجال وتدريب كوادر مؤهلة، وشارك في تشتيت الجيش الأثيوبي في الأراضي الإريترية، وذكر أنه كان قناصا لا يخفي هدفه، حتى قيل إذا لم يصب ود علي الهدف فمن المؤكد أن السلاح فيه خلل، ومن ثم تم اختياره كقائد لواء حتى يدعم التجراي الذين لم يكن لهم إمكانيات في هذا المجال. وفعلا استطاع في فترة وجيزة التعمق والتوغل داخل الأراضي الأثيوبية، واستمر يطارد الجيش الأثيوبي بجانب مقاتلي التجراي حتى دخل أديس أبابا، حيث أسدى خدمة للثوار الأثيوبيين مكنتهم من الانتصار، وساعد في استتباب الأمن في الأراضي الأثيوبية. ومن ثم عاد إلى إريتريا وعمل قائد لواء في عدرده، وعندما اندلعت الحرب الأخيرة مع أثيوبيا كان يقاتل في معركة مرب، ولم يكتفي بالعمل في مجاله بل كان يقود قوات المشاة بكفاءة عالية، حتى قام وجهه في إحدى اجتماعات قيادات الجيش وأشاد به باعتباره أحد القادة المتميزين والذين أدوا دورا مهما جدا، ودعا لكفاءة في العمل ورقي في السلوك. كان المناضل سعيد علي حجاي رمزا متميزا ويتمتع بمواهب عديدة، ولم يكن يعرف اللغة التجرينية، ولكنه أتقنها في الميدان إتقانا كاملا نطقا وكتابة، وكان منضبطا في كل شيء ويقوم بتنفيذ المهام التي توكل إليه بهمة وإتقان، وكانت له علاقات أخوية حميمة مع نظرائه وجنوده وقادته، وعرف عنه الرأفة والحنان وطيبة القلب والرحمة بجنوده وبالجماهير العادية، وكان يتفقد كل جندي حتى
حتى في حل مشاكله الخاصة، ويسعى لمواساته عند الشدائد. وكان أسمر اللون، طويل القامة، بهي الطلعة، باسم الثقر، لم يرتاح يوما منذ أن التحق بالثورة، وكان قائد لواء في منطقة ساوى. كما عمل مسؤول المنظمات الجماهيرية في منطقة القاش بركة. وكانت الجبهة الشعبية آنذاك قد بدأت تبلغ الشعب الإريتري بأسماء أبنائهم الذين استشهدوا في الحرب الأخيرة. وقد جمع سعيد قوات جيشه وأخبرهم بالبلاغات التي بدأت تصل إلى الشعب، وطلب منهم أن يبلغوا أي جندي توفى أخاه أو أباه وأخته حتى يعطيه إجازة لكي يذهب ويواسي أسرته. وقد استحسن الجيش وجميع الناس ذلك الفعل، حتى أن ذكره شاع في جميع الجيش الأريتري. وقد طلب بقية الجنود من قاداتهم أن ينحوا منحاه في هذا الجانب الإنساني النبيل، ولكن كانت إجابة القيادات بأن هذا تصرف شخصي، وكل واحد له أسلوبه في التعامل مع هذه القضية. كان سعيد ود علي نظيف اليد وقنوع، لم يشارك في الممارسات الغذرة التي وقع فيها كثير من الضباط، حيث كانوا يجعلون الشباب خدما في بيوتهم وسخرة في أعمالهم، وكانوا يبعدون من لا يعجبهم ويعاقبوا من يخالفهم، حتى تحكم هؤلاء الجنرالات في مقدرات البلد. ولكن ود علي كان دمث الخلق وحسن التعامل مع الناس، عزيمة في التغيير. كان ود علي يمتعض من هذه التصرفات، وقد قرر مع بعض القيادات الاحتجاج على هذا الوضع والمطالبة بتغييره. وقد تبنوا مطالب الشعب الإريتري وأعلنوا مطالبهم في التلفزيون الإريتري. صحيح أن السياسة أعاق حتى الآن تحقيق تلك المطالب، ولكن لن تموت تلك الثورة التي قضح شرارتها ود علي، حيث سطر صفحات الحرية بدمه القاني، وبدأ قطار الحرية الذي حركه يمضي ببطء نحو هدفه المرسوم. فكما كان بطلا محبوبا في أوساط الجيش الإريتري، أصبح اليوم بطلا شعبيا يتغنى به الصغير والكبير. وفي مدة وجيزة أسالت سيرته قرائح الشعراء وقالم الأدباء، وأجرت مآقي الرحماء، ورفعت همم الضعفاء، وأصبح شعارات الثورة في الميادين، واسمه يكتب اليوم في كرن وأسمرة وبعض المدن الأخرى في حوائط الشوارع ومداخل المؤسسات، وحتى دورات المياه وساحات الرمال وصفحات الهضاب والتلال. من هو ود علي؟ لم أتمكن من معرفة تاريخ ميلاده تحديدا، ولكن يبدو أنه في أواخر الخمسينات، وهو من مواليد منطقة هبرو في الساحل، ومتزوج وله أبناء، فهو أبو يونس ابنه الكبير، والمولود في عام 1991، وعنده إخوة وأخوات يتكلم العربية والتجرينية والتجري. تفاصيل نضاله الحافل تحتاج إلى كتاب يخلد سيرته، ولكن قد أرادت عصابة الهجدف أن تسود هذه السيرة، فزعمت أنه انتحر. ولكن بكل تأكيد دخل سعيد الذي أراد أن يسعد شعبه التاريخ من أوسع أبوابه، وما أظن كان يتوقع عندما تحرك لإزالة هذا الظلم أن يجد كل هذا الحب والتقدير في قلوب شعبه. وسوف تظل سيرة هذا البطل أحد قصص البطولات الشعبية والتي دخلت تاريخنا المعاصر. رحم الله سعيد علي حجاي، بطل العدالة والحرية. هل تظنون أحبائي طلقات رصاص تخرق الجسد تداعبه؟ هل تظنون أحبائي طلقات رصاص تخرق الجسد تداعبه؟ أم شظايا صاروخ يبعثر الأحشاء يدغدغه، وانفصال رأس عن بقيته مثق كان يلاعبه، والدم تدفق يدندن أوجاعا عبر الجراح مهراقا، والجلد أوتاره، فتلك العيون فقئت والأرجل كسرت، وقلوب انصهرن لعزة وطن وكرامته. حمل الرأس قربانا لجلاد اللئام رهن
نهاره صراع باغ أهوال غذاؤه. من أجل ماذا أتى لفظ الشهيد؟ من أجل ماذا أتى لفظ الشهيد؟ ولأجل ماذا النشء والشبان درسه؟ ألم نرعوي بعد؟ ألم نرعوي بعد لشرف راح الشهيد ينشده؟ أو ما فطنا مبادئ كانت نصب عينيه ترشده؟ فهل هذا وذاك له في حالنا قدر من الحظ نرقبه، أم قدر هو أتانا بغير ما ندري ونحسبه؟ وهل هو حتم واقع وما لنا فيه يد فنرفعه، أم هو بما جنته أنفسنا، أم هو بما جنته أنفسنا بأنفسنا؟ وما بغيرهما ينجلي الهم ولا مجدا ندركه. برب العرش قومي، برب العرش قومي خبروني، أي عرض كان الشهيد بغيته؟ واشرحوا لي تفاصيل حق سعى أجل نصرته، وأين أرض حتى الخطى لها قدم؟ يا بني قومي كيف جفن يستحق نغمضه، وطفل الشهيد ترمقنا عينه؟ أفينا النشام نواري عورته، أم من بيننا شهم يردد مبدأ الشهيد ترنيمته؟ نام نادى الأنام ولا مجيب به، تركوه وحده ينازع الروع نحيبه. ألم تفرق بالجسد الطاهر يعاتبه، تذكر الأم والأب، تذكر الأخ والحبيبة، تذكر مسقط الرأس، تذكر تسبيح جدته. جالت بناظره رايات الصبا، حل بالرأس ملعبه، حوم خاطره برأس كراس الحساب، فلم يخط فيه بعد نهايته. تذكر ابن العم أواه، كم بالنفيس كان فديته، أواه كم بالنفيس كان فديته. وسلامتكم. نسكب لقاكا هلو لحوك الحواكا ولو لا كدب ولا كانكا نوسنا عصنا نسكب لقاكا ودحاي سام وسنيام لو دركبات ينسكبي انقصن اسكي احسن على مربات اكربنا لي تفديناه عبا اكر محلا محلا قلنا تفدئك تقصن لو الصديق ابا بكر أبا أكر بنا لي تفديناه عبا أكر محلام حنا قلنا تفدئك تقصن لو الصديق أبا بكر وسميتك وتاريخ قدر ديما قلت تتذكر هدري قيس لدمو هدر قلنا ببقتكم تزيل مثل مدر وتشرم حليب انتم تترسوا حنين ترسوا لنا يلتقم وتدول تفقد حوان أفوك لقم وتحجاي دي بما طعنوا لك لعد قربتا بريت تلقير كما مراويت العسل حتى قاير قربتا فتوم من البر وتشدوا لتربتا حضروا فراسته قل كلهم تتهاجه الليت ولنا يعقل حضر سلل حضروا فراسته قل كلهم تتهاجه الليت ولنا يعقل حضر سلل كبدو درئي تبل حاضر عند الزلم اتول جلال عين ليت نطف على حطر إلا قلال كمن قلال أنقف يوم من استعمار ومثلا قد قدم دقش على وتشرم حليب سكيل أمري على وقليب والدع باي قبايلوتات تشد ألو مثل أدبرة وأبحورة ولا فايح قاد موتات شعبي إثيوبيا الأمور لا تقاموا لا فكوا بلو لا والدام من أبا يوم يسكوا فارسو ميلا عقسو ألوي بكوا عدو عند حرر أسك إثيوبيا قل حرر عقلولا جنرالات ترقب توتو لو التعوي اللولا تبحات مدر والمتابع الديس أبابا طبش ميلا والدبابات كلها
اتكل عن كتبيا لسمو ابدمو ابله بتو دمو شاتر لابنوح وضعه شمشمو أرأيو لطاقمو فتو تقل إثيوبيا دي بشفرة مطايا ودي حتى اقبل الطورة إثيوبيا تحابر دي بتاريخ عوتيها وفتح يلا من ذاته وحطورة بإثيوبيا تحابر دي بتاريخ عوتيها وفتح يلا من ذاته وحطورة لتاريخ للستر الأمان دم ستورة قدموا بطر على الأبوة مطابح وعسكرة لناي سقرات أجي حرر كوي بيلا جيسا سك أبايو أمادة كم بعدام دي بعرات أتمم يا العبيد ورات إن حضروا يتنطف من قل الله بتقرات عقبلة دحرت والدحرام لتوقلت والدقبت فاقرات نفسه العفيفة لكل حولنا وقلنا وشلت بالزعت واقرات من عريو عن آلاف تاريخ بديرنا يوتي لأمرنا يترم السالاف تاريخ اكتوب بأمانة اتتعادوا ما نقلب من حلاف من عريو عن آلاف فتولى جيشنا شعبي أتمموا لطقم لعبي أروحت جنة أبردا أروحت لنا دلت بإيمان وقلت ترفع لزلم من قانا ومن عدا أروحت جنة أبردا فارس يونس سيدنا الكاتا فارس يونس ولا كلا فارسات مثل قمني قربت الليل لمل فرحتنا وأمعلنا مثل إنساني ود مطابق لمربات كنوصنا قصنا لسكم لقانكا هلو لحوك لحواتك ولو اللاتك دب والأكانكا ود حايسام وبسنيام لود ركبات ينسك بينقسم سكي أحصنها لمربات اسروا حتى يناير يقول ديما تتذكر الشاعر علي حميد محمد لندن شيخ فورتوش العرناتيو شيخ فورتوش العواتيو شيخ فورتوش العواتيو ودعني مساتها لهم تواتنن ادرن لنا أسركاهم كتن إنافي زناب المجد ودعلي العار لسياد المجد والدعلي العار لسياد نعم للحرية لا للعبودية نعم للحرية إساياس must to go إساياس must to go Dictator must to go Isaias must to go Dictator must to go النصر للشعب الخزي لسياس العار لسياس النصر للشعب المجد والدعلي المجد للشهداء الحرية للأسرى الحرية للشعب الإريتري هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.